كلشي متفق معايا ان ما عندناش راس حربه، وحتى هيرفي رونال فايت ليه قالها. داكشي علاش في هذا المقطع غادي نعرفوا ابرز لاعبين اللي في هذا المركز وشكون يستحق الرسميه. بسم الله. نبداو باللاعب اللي ديما كيدخل كاساسي، واللي باش نكونوا متفقين يوسف النصيري كيضيع بزاف، وراه الفرص اللي كتعطاه صالحه للتسجيل ولكن هو كيضيعها بغرابه، وهذا الشيء راجع لسوء اللمسه الاخيره. وراه الماتش اللي فات ما كانش كيمشي حتى للكواري العاليه، وزعما هذا الشيء فاش متخصص، والحاجه اللي كتغطي عليه هي المسانده ديال الدفاع. اما بالنسبه للاعب الثاني واللي هو ايوب الكعبي، واللي الصراحه على الاقل فاش كتجي شي فرصه كيسجلها، وشتو كي جاب بيلاندي. وخليك معايا في الاخر غادي تعرف شكون اللي يستحق يلعب كراس حربه بالنسبه للمنتخب المغربي. والمهم المهاجم الثالث واللي هو عبد الرزاق حمد الله، واللي الصراحه باقي ما بينش مع المنتخب الا انه راه مع الاتحاد وكتجيه فرص وكيسجل. واخا فاش كنتفكروا مع منتخب فرنسا فجاوه فرص وما استغلهمش في ذاك الماتش، ولكن راه ما نقدروش نحكموا عليه في ماتش واحد. اما بالنسبه للعابه اللي كيلعبوا في المنتخب الاولمبي واللي هما عبد الله الريحاني، واللي كيلعب مع فريق ثاني ديال الاتليتيكو، هو الصراحه لاعب كيسجل، ولكن خاص ضروري ينتقل شي نادي في الدرجه الاولى. هنا غيزيد يتطور ديك الساعه الا بقى كيسجل الاهداف فراه غيلعب مع المنتخب. اما بالنسبه للاعب الثاني واللي هو امين الوزاني، واللي حتى هو غينطبق عليه نفس الكلام اللي قلنا على عبد الله الريحاني. وبالنسبه لشكون هو اللاعب اللي خاص يلعب كاساسي مع المنتخب، فراه اللاعب الابرز هو ايوب الكعبي. علاش؟ لانه تقريبا هو اكثر مهاجم عندنا في المغرب متكامل، لانه كيدير الضغط وكيجري اضافه الى انه كيسجل الاهداف. وكاين واحد الخيال اخر هو يلعب وليد الركراكي خطه 4-4-2، واللي هذه الخطه كتعتمد على راسي حربه، واللي هذه التشكيله راه لعب بها وليد الركراكي في اخر دقائق مباراه جنوب افريقيا، واللي جا منها بيلاندي. ولكن باش نكونوا متفقين راه باقي ما عندنا شي لاعب هداف تجيه كره يسجلها